السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وسلم تسليما كثيرا. رب زدني علما وعلمني ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب، أولا ازيكم يا شباب، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا أحلى طلاب في الدنيا وأحلى أبطال في الدنيا. طيب، إحنا النهارده هنشرح درس إيه؟ وآن، اللي هو اسم اللي بتيجي قبلها اسم مفرد. بس خليني بس اطلق اسم على الدرس دوت، مش عايز اسميه ان هو اداة نكرة وكده، عايز اسمي الدرس ده بالنسبة لك انت اسم مفرد يعد. اسم مفرد يعد، عايز اسميه كوجه عام كده اسم مفرد يعد او آن. ليه؟ انا بقول لك كده علشان احفظك حاجة معينة عايزك تحفظها على طول عمرك، طالما اسم مفرد يعد او آن مرتبطة كلها مع بعض كده، فهسمي الدرس ده اسم مفرد يعد او آن. فطالما اسم مفرد يعد لازم يجي قبليه او آن. او آن، طالما اسم مفرد يعد لازم يجي قبليه او آن. او آن عفوا. خدت بالك من الملحوظة دي؟ نبدأ الدرس. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، اولا هي بتيجي امتى؟ بتيجي قبل الاسم المفرد اللي بيعد، ولكن اللي بيبدأ بحرف ساكن. اللي بيبدأ بحرف ساكن، حرف ساكن، هي مرتبطة بكده ان بيجي بعدها كلمة بادئة بحرف ساكن. طب ايه هي الحروف الساكنة؟ الحروف الساكنة جميع الحروف في اللغة الإنجليزية ساكنة ما عدا او الا الحروف المتحركة اللي هي اي او يو اي، دي بسميها حروف متحركة، والباقي كله حروف ساكنة. اي كلمة بتبدأ بحرف ساكن بيجي قبلها اي كلمة بتبدأ بحرف ساكن بيجي قبلها طيب، اي كلمة بتبدأ بحرف ساكن بيجي قبلها كمان بالاضافة الى يو ديت ايه؟ قال لك بص، لو الكلمة عندك بدأت بحرف يو فدي بيجي قبلها طيب، هو ليه قال لي الملحوظة دي؟ لأن في الحروف المتحركة في يو، فهنا أنا عشان ما اتلخبطش فقال لك لا خد بالك بقى من الحتة ديت، قال لك ركز معايا، يو ديت بتيجي مع ايه؟ مع طب مش يو بس، قال لك بص بقى، الكلمة إذا بدأت بإي يو او او يو وانا بنطقها انا بنطقها اصلا يو، فدي بتاخد حرف الساكن فقط، بتاخد ايه؟ بتاخد يعني ما جاتش، مش بس جات مع الحروف الساكنه، لا ده بتيجي مع اي كلمه بتبدا بالنطق اللي هو يسمى يو اللي هو يو، زي يو بيبقى نطقها يو، لو كان نطقها يو فبتيجي معاها يو نفسها برضو بتيجي معاها طب اديني امثله على كده. طيب تعالى، يونيفورم هنا بدأت بيو، طبيعي جدا لو انا حافظ مش فاهم فهقول لا لكن غلط، احنا متفقين ان مش بس بتاخد الحروف الساكنه اللي بتيجي قبل الحروف الساكنه، لا ده بيجي كمان يو ويو في حالة لما يكون نطقهم يو. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بتيجي قبل ايه؟ يونيفورم، بدأت بيو، خدنا ده الصح بتاعها. طيب بتيجي يونت، بتيجي قبل ايه؟ اوروبيان، بص بدأت بإي كمان اهي، بدأت بإي بس النطق بتاعها ايه؟ النطق بتاعها يو فبتاخد طيب بتيجي مع ايه؟ يونيون بدأت بيو. طب كل اللي بيبدأ بيو، مش كل اللي بيبدأ بيو، علشان تحفظ صح قول كل اللي بنطقه يو فهو بيجي قبليه كل ما ينطق يو فهو بيجي قبليه طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كمان كل ما بينطق دبليو فبتيجي قبليه زي ايه؟ اوان، ده هنا ده حرف متحرك، خد بالك ده حرف متحرك جه مع ايه؟ مع ليه جه مع لانه نطق الدبليو
one. فاللي بينطق W بينطق U بينطق U. W بيجي قبليه حرف الساكن بس كده. طيب الناحية التانية هنا في ايه؟ الناحية التانية هنا في friend, house, table, car, problem. دي ايه؟ دي كلمات مفرد بيعد. يعني ايه كلمات مفرد بيعد؟ انا عندي في اللغة الانجليزية حاجات بقدر اعدها وحاجات مش بقدر اعدها. لو قلت لك عد لي رز تقدر تعده؟ لو قلت لك عد لي اللبن، قلت لك عد لي المية، الحاجات دي مش بتقدر تعد. فدي اسماء لا تعد، ملهاش اي علاقة خالص او ان، ملهاش اي علاقه تماما او ان. لكن انا بتكلم على الاسم اللي يعد، اللي انا بقدر ان انا اعده. زي ايه؟ زي فريند، صديق. ممكن يكون عندي صديق 2 3 4 5 عادي. زي هاوس، منزل، ممكن يكون عندي منزل 2 3 4 5 عادي. زي تيبل، زي كار، تيبل ترابيزه، كار سياره، بروبلم مشكله، مشكلتين، 3 مشاكل، 4 مشاكل. كل دي اسماء بقول عليها اسماء ايه؟ اسماء تعد. اسماء ايه؟ اسماء تعد. بيجي قبلها ايه؟ لما ايه؟ لما تبدا بحرف الساكن. تمام؟ يبقى اسماء تعد بيجي قبلها ايه؟ لما تبدا بحرف ساكن او يو او دبليو كنطق. تاني، بتيجي قبل ايه؟ بتيجي قبل الاسم المفرد. احفظ معايا، بتيجي قبل الاسم المفرد. بتيجي قبل الاسم المفرد. بتيجي قبل الاسم اللي يعد. بتيجي قبل الاسم اللي يعد. بتيجي قبل الاسم اللي يعد. بتيجي قبل الاسم اللي يعد المفرد اللي بينطق، اللي بيبدأ بإي يو أو إي أو يو أو دبليو وبينطق يو. بينطق يو مع الدبليو بينطق و. زي أوان. يبقى احنا عرفنا كام معلومة هنا؟ عرفنا مش أقل من 5 معلومات. إيه هما؟ أداة نكرة بتيجي قبل الاسم الإيه؟ المفرد. قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بإيه؟ بحرف ساكن. قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بحرف ساكن. وكلمة تكون تعد، وكلمة بتعد بقدر إن أنا أعدها. ده بالنسبة لأوان أصلا. طيب وايه كمان؟ وكمان قبل الكلمه اللي بتبدا باي يو او اي او يو وبيكون نطقها يو. وكمان قبل الكلمه اللي بتنطق دبليو وبتبدا باو. اللي بتنطق دبليو وبتبدا باو زي A1. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. كده خلصنا نخش على ان عكس ان بتيجي قبل الكلمة اللي بتبدأ بحرف متحرك. ان بتيجي قبل الكلمة اللي بتبدأ بحرف متحرك. ان بتيجي قبل الكلمة اللي بتبدأ بحرف متحرك. ايه الحروف المتحركة؟ A و I و O و U و E. طيب اديني مثال. هدي لك مثال اهو. إيج، بيض. طيب ده حرف ايه؟ متحرك ياخد ان. فاقول إيج. إيج يعني ايه؟ يعني بضاية. طيب أبل. أبل يعني ايه؟ يعني تفاحة. تفاحة واحدة. احنا متفقين احنا بناخد درس اسم مفرد يعد. اسم مفرد يعد أو ان. لو انا جمعت دول او جمعت دول ما بستخدمش ولا ان. اوعى 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 يبقى دول ايجز او ابلز او اورنج او اليفنتس. جمع خلاص او ان دي بره اللعبه بتاعتنا خالص. احنا بنتكلم على المفرد والمفرد اللي يعد. طيب ان اورنج، برتقانه. ان اورنج، برتقان. ان elephant فيل. طب لو هقول افيال ولا ان بالسلامه مع السلامه. قول بقى elephants، اجمعها زي ما انت عايز. طيب يبقى احنا او ان مفرد. او ان مفرد
بيجي بعدها مفرد. ولينا بناخد دلوقتي ايه القاعده اللي بنمشي عليها بالنسبه لا او ان. متفقين؟ طيب لما اجي اقول لك ان hours، فيجي واحد مركز يقول لي ايه ده ازاي بقى ان hours؟ ده حرف ساكن، واحنا متفقين ان ان بتيجي مع الكلمه اللي بتبدا بحرف متحرك، يبقى ازاي هنا حرف ساكن بدانا بيه؟ اقول لك صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انت نطقت ايه هنا لما قلت لي ان hour؟ ان hour نطقت الاتش؟ ما الاتش ها، هل نطقت الاتش؟ لا. فبالتالي ده كده حرف ما بيتنطقش، ده انا باخد باللي بينطق. انا نطقت الاو على طول، فده كده حرف متحرك فبياخد ان. ايه ده؟ يعني انت عايز تقول لي دلوقتي ان انا لو الكلمه النطق بتاعها حرف متحرك اخد ان؟ صح. لو الكلمه عندي النطق بتاعها حرف متحرك استخدم ان. لو الكلمة المفرد نطقها حرفي متحرك استخدم ان. لو الكلمة عندي نطقها حرفي متحرك استخدم ان. لو الكلمة عندي نطقها حرفي متحرك استخدم ان. طيب زي هنا honest صادق. honest هنا الحرف الاتش اهو حرف ساكن، ولكن بيجي مع ان. ليه؟ لان انا ما نطقتش الحرف الساكن ده، انا بدأت بالاو. an honest. يبقى القاعدة بتاعتنا لو الكلمة نطقها حرفي متحرك استخدم ان. لو الكلمة نطقها حرفي متحرك استخدم ان. يبقى انا مش بحفظ، انا بفهم وبعد كده احفظ. افهم واحفظ. طيب يبقى ان بتيجي مع الايه؟ مع الحروف المتحركة حتى لو كان النطق متحرك والكلمة بدأت بحرف ساكن. طيب أنا دلوقتي فهمت الحدوتة ديت بشتغل بيها ازاي. لما اجي اسألك فهمت ايه تقول لي انا فهمت دلوقتي. لما اجي اقول لك فهمت ايه فتقول لي انا فهمت دلوقتي ان وان هما ما لهمش اي علاقة بالجمع، اذا كان يعد او لا يعد ما لهمش اي علاقة بيه. طيب تمام، دي اول معلومه. تاني معلومه فهمت ايه؟ انا فهمت ان بتيجي قبل الكلمه اللي بتبدا بحرف ساكن، وكمان باستثناء الاي والاي واليو لما بينطقوا يو، وكمان باستثناء الاو لما بينطق كدبليو، فهي بتيجي معايا برضو. اقول لك جدع. فهمت ايه تاني؟ تقول لي انا فهمت ان بتيجي قبل الكلمه اللي بتبدا بحرف متحرك. كمان مش بس كده، ده الكلمة اللي بتبدأ بحرف ده الكلمة اللي بتبدأ بحرف ساكن ولكن نطقها حرف متحرك فبستخدم ان برضو. اقول لك كده احنا ماشيين تمام بالظبط. طيب نيجي القاعدة بقى اللي هنمشي عليها بقى. انا امتى احط ان وامتى ما احطش ان؟ امتى احط او ان وامتى ما احطهمش اصلا؟ طيب بص بقى، احنا متفقين ان الدرس اسمه اسم مفرد يعد. طيب هنا اول قاعدة عندي لما يكون اسم نكرة مفرد ذكر في اول مرة في الجملة. يعني ايه؟ يعني لما انا اجي اقول لك مثلا الاطفال لازم ان هم يتربوا كويس، علشان الاطفال دول هيبقوا شباب بعد كده هينهضوا بالبلد وبالدوله بص انا استخدمت الاطفال كام مره؟ انا قلت لك الاطفال، او بس انا مش هقول الاطفال طبعا، انا هقول الطفل لان ما ينفعش جمع. فهقول ايه؟ الطفل لازم انه يتربى كويس علشان بعد كده هيكون بيمثل دوله، بيمثل عيله، بيمثل اسره. الطفل لازم يتربى كويس. الطفل تاخد دي في اول الجمله. ليه؟ لان الطفل، لا هنا خلاص بقى شكرا، انا ذكرت الطفل تاني مره كده، لا يبقى لا ما ينفعش، ما فيش ولا ليه؟ ذكرته تاني مره ما ينفعش. في الانجليزي تاني مره تبقى معرفه، لان خلاص انا عرفت اللي قدامي، عارف انا بتكلم على ايه. انا بتكلم على الطفل بوجه عام، وبعد كده حددت الطفل تاني فاقول لا زي بقى ما اخدش ولا
يبقى الكلمة النكرة اللي بتذكر في الجملة أول مرة بتذكر في الجملة بستخدم لها الكلمة النكرة اللي بتذكر في الجملة بستخدم لها أو آن. أو آن على حسب الكلمة. طيب كمان SMS DVD MP3 دي بتاخد ايه؟ بتاخد او آن. طيب لو انا جيت قلت لك قلت لك SMS دي هحط قبلها او ولا آن؟ فتيجي تقول لي ده اس دوت حرف ساكن، واحنا قبل بتيجي قبل الحروف الساكن فهنستخدم اقول لك غلط. ليه؟ انطقها كده، انطق الكلمه ديت. طبعا مش هتقول لي سمس، لا احنا بننطق الحروف كمنفصله، حروف منفصله. SMS. طيب SMS اس انا بنطق الاي SMS ماليش دعوه بالباقي. انا بنطق اول حرف اس بنطق حرف الاي، والاي ده حرف حرف متحرك. النطق بتاعه حرف متحرك، واحنا لسه قايلين لما النطق يكون حرف متحرك بناخد آن. فهنا اخد اخد آن. ليه؟ لان النطق حرف متحرك. يبقى SMS بتيجي معاها بتيجي معاها آن. طيب لما اقول لك DVD تاخد ولا آن؟ فتقول لي انا خلاص بقى اتعلمت بقى. DVD دي هتاخد تاخد جدع. ليه؟ لان النطق حرف ساكن، النطق هنا حرف ساكن. DVD النطق حرف ساكن فياخد تاخد هنا هتاخد هنا طيب لما اجي اقول لك طب خد دي يلا MP3 تاخد ولا آن؟ تقول لي MP3 MP3 يبقى بتاخد MP3. النطق هنا ركز وجاوب قبل ما اكتب. النطق هنا MP3 النطق متحرك ولا ساكن؟ متحرك تاخد جدع. طبعا انا مش عارف اللي قال ده قالها بناء على احنا قلنا النطق بنتعامل بالنطق. MP3 دي بدأت بحرف ساكن تاخد SMS DVD MP3. طيب فهنا بنتكلم على حسب على حسب النطق. طيب دي بسميها دي حروف منفصله بنطق كل حرف لوحده. طيب كمان بتيجي امتى تاني؟ بتيجي قبل الصفه لما يكون بعدها اسم مفرد يعد. بستخدم او ان قبل الصفه. اصلا انا بستخدمها قبل المفرد، انا بستخدم او ان قبل المفرد، ولكن بستخدمها قبل الصفه لو جادت بعد الصفه اسم يعد. وركز معايا ان انا بقول يعد لان احنا بنتكلم على المفرد اللي يعد. او ان ملهاش اي علاقه بالجمع. طيب طب تعالى هنا صفه جه بعدها اسم مفرد يعد زي لو جينا بصينا هنا في المثال a good boy بص كده good boy يبقى هنا جت قبل قبل الصفه اللي هي جود. ولد كويس ترجمتها. الواد هنا اسم مفرد يعد ولا لا يعد؟ فبستخدم قبل الصفه. قبل الصفه يبقى بستخدم قبل الصفه لما بيجي بعدها اسم مفرد يعد. طيب بستخدم او ان في الجنسيه. بستخدم او ان في الجنسيه لو جه بعدها برضو اسم مفرد.
بستخدم او ان في الجنسيه لو جه بعدها اسم مفرد. زي هنا تعالى ان، هنا ان اهي an American friend. هنا انا استخدمت ان ليه؟ تقول لي اصلا دي امريكان دي صفه، يعني بصف ان الشخص تقول لي امريكان دي جنسيه، فانا بصف ان الشخص ده امريكاني، فهستخدم ان. ليه هتستخدم ان؟ لان ايه حرف متحرك، واحنا ان بتيجي قبل الحرف المتحرك، وهنا فريند اسم مفرد جه بعد الصفه بعد الجنسيه عفوا، فهنا هستخدم ان. يبقى بستخدم ان قبل الجنسيه لما يجي بعدها اسم مفرد. طب لو ما جاش بعد الجنسيه اسم مفرد ما بستخدمش الا ولا ان. ما جاش بعد الجنسيه اسم مفرد ما بستخدمش او ان، حاجه شبه الصفه كده. شفت الصفه؟ احنا بنقول في الصفه ايه؟ الصفه بيجي بعدها اسم مفرد بستخدم قبلها او ان. الجنسيه جه بعدها اسم مفرد بستخدم قبلها او ان. ما جاش بعد الجنسيه اسم مفرد ولا ولا ان. لو الجنسيه بدات بذي لو قلت ذي امريكانز فانا بتكلم على الشعب، ذي ايجيبشنز فانا بتكلم على الشعب المصري، الشعب الامريكاني، وهكذا. طيب يبقى نبقى فاهمين القاعده دي كويس وحافظينها. ان امريكان فريندز، يبقى انا بستخدم او ان قبل الايه؟ قبل الصفه او الجنسيه اللي بيجي بعدها اسم مفرد. قبل الصفه او الجنسيه اللي بيجي بعدها اسم مفرد. طيب تعريف الكلمه لو بدات كلمه مفرد وانت بتعرفها بوجه عام بتقول الكلمه ديت، فدي بستخدم قبلها لانها مفرد ومفرد يعد، فبستخدم قبلها طب زي ايه؟ زي ما اقول لك a child needs to be raised. هو بقول الطفل لازم انه يكون متربي. الطفل لازم انه يكون ايه؟ متربي. انا بتكلم هنا بوجه عام، الطفل لازم يكون متربي. طيب هستخدم هنا ايه؟ استخدمت ليه استخدمت لان الطفل مفرد ومفرد كمان يعد. طيب استخدمت ايه؟ a child وبعرف الكلمه. طب لو قلت children جماعه الاطفال، قلت الاطفال، اوعى تقول لي في الجمع ولا ان. او ان جمع بره، لا، او ان مفرد فقط. طيب يبقى تعريف الكلمه كمان بستخدمها مع الحرفه والمهنه والوظيفه. وعايزك تركز في السؤال دوت او تركز في الحته ديت لان عايزك تفهمه قبل ما تحفظه. حرفه، مهنه، وظيفه. لما تقول ان الرجل هذا يعمل حداد، هو شغال حداد، انت كده مش بتقول الحرفه بتاعته؟ تقول الحرفه بتاعته. طيب هل الحرفه دي ينفع انها تبقى جمع؟ يعني تقول ان الراجل ده شغال حدادين؟ اكيد لا طبعا، مش هينفع. فهي حرفه، مهنه، وظيفه اصلا مفرد، هم اصلا كلمات مفرد، فهستخدم قبلها ايه؟ او ان. طيب فانا الكتاب كاتبهم واحنا هنذاكرهم. وظيفه، مهنه، حرفه بيجي قبلها او ان. انجينر، بقى اي وظيفه او مهنه بستخدم قبلها ايه؟ او ان، لانها اصلا مفرد. في الاول وفي الاخر هي ايه؟ هي مفرد. في الاول وفي الاخر هي مفرد. طب لو قال لي انجينرز المهندسين، لا شكرا سلام، ما فيش ولا ان، بالسلام. طيب يبقى حرفه، مهنه، وظيفه استخدم او ان. طيب زي هنا بيقول لي شي هي is an engineer. هي بتكون ايه؟ مهندسه. طب هنا استخدمت ان ليه؟ لانها بدات بالاي، والاي حرف متحرك، ان واتنطق اي حرف متحرك كمان. فان انجينر هي بتكون مهندسه فاستخدم ان. طيب يبقى كده حرفه، مهنه، وظيفه بستخدم او ان. طيب عندي ملحوظه
واحدة، ملحوظتين بس انا قلت واحدة منهم. ملحوظة بتاعت الجنسية اللي هي الجنسية لو ما جاش بعدها اسم مفرد فما ينفعش انك تقول لي قبلها او ان، خلاص. الملحوظة التانية تعبيرات الكمية اللي هي السرعة، الزمن، المسافة، النسبة، السعر. بمعنى بير، بير دي كلمة بمعنى في، بي دي كلمة أصلا بمعنى في، بتيجي مع تعبيرات الكمية ولكن ممكن أستخدم مكانها أو آن. طيب زي إيه؟ زي مثلا لما أقول لك وليكن 2 كيلوز an hour، 2 كيلو في الساعة، 2 كيلو في الساعة. هنا an hour، an hour في الساعة، an hour. أنا كده بعبر عن الإيه؟ عن المسافة. 2 كيلو في الساعة، عن السرعة عفوا. فهنا an جت قبل إيه؟ قبل hour. طيب 2 كيلوز 2 كيلوز a minute، a minute. هنا بعبر عن الإيه؟ برضو عن السرعة. ف جت قبل ايه؟ minute، دقيقة. طيب have a kilo of potatoes، نص كيلو من البطاطس. طبعا لما مثلا حضرتك تروح السوق كده والحاجة تقول لك هات لنا نص كيلو بطاطس، فانت هتقول للراجل have a kilo of potatoes. اهي a kilo of potatoes. have a kilo of tomatoes. a kilo of pepper، كيلو من الفلفل، وهكذا. يبقى لما اشوف انا عندي ايه، انا اعرفها ازاي؟ لما اشوف عندي تعبيرات سرعه زي الفيزياء، اللي بياخد فيزياء فيزياء تعبيرات سرعه. تعبيرات زمن، لما اقول لك مثلا انا 2 times في اليوم، انا بعمل الحاجه دي مرتين في اليوم. 2 times a day، 2 times a day، a day. تعبيرات الزمن في اليوم، ده انا بعمل الحاجه دي مرتين في اليوم. فايه a day لما اجي اقول في اليوم فهي جايه برضو بمعنى بير، بير اللي هي في. طيب فهنا تعبيرات سرعه، زمن، نسبه، مسافه، سعر. حتى لو هتقول سعر بستخدم قبلها او ان. طيب وبكده تكون قدرت تعرف او ان بتيجي امتى، بتيجي امتى. لو قلنا في 3 دقايق كده او 5 دقايق هنراجع على اللي احنا قلناه ده، ان او ان ملهاش اي علاقه بالجمع، ليها علاقه بالاسم المفرد. وكمان ان بتيجي قبل الاسم اللي بيبدا بحرف ساكن او اي يو او يو او اي وبينطق يو بستخدم وكمان قبل الحرف اللي بينطق دبليو وبيتكتب او بستخدم اما ان بتيجي بعدها اسم مفرد يعد. و زي ايجز وابل، زي ايج وابل واورنج واليفنت. ولكن لو الكلمه بدات بحرف ساكن واتنطقت حرف متحرك فبستخدم ان برضو. الحروف المنفصله بستخدم او ان حسب نطق كل حرف في بدايه في بدايه الكلمه. اس نطقت الاي فتاخد ان حرف متحرك. دي نطقتها حرف ساكن. دي في دي فخدت لانها حرف ساكن. ام نطقت ام بي 3 فتاخد ان. والقاعده اللي احنا بنكتب بيها او ان، وقلنا ان او ان هي ليها علاقه وطيده جدا 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 من السنه الجايه بالمفرد، الاسم المفرد. طيب كلام جميل، كلام جميل. وبكده نكون انتهينا من الدرس بتاع وان. كمان ان شاء الله هتسيب لكم كم سؤال كده في الدرس مثلا في صوره كده. هكتب شويه اسئله وهسيبها لكم علشان اتاكد ان حضرتك فهمت الدرس ده كويس جدا. كمان مش بس اسئله على الدرس ده، اسئله كمان على حاجات تراكميه المفروض ان حضرتك تكون عارفها. عايز اعرف اصلا اللي بيشاهدني وبيتفرج عليا هو عارف الحاجات اللي هي فاتته كويس ولا لا. هسيب كام سؤال كده بعد الدرس ده تحل عليه واكتب لي الاجابات في الكومنت.
وان شاء الله ان شاء الله الجواب صح. بس ودي كانت نهايه الحصه. اتمنى ان شاء الله اكون قدرت ان انا افيدكم واقدم لكم معلومه مفيده. يا احسن طلاب واحلى طلاب في الدنيا، دمتم في رعايه الله. ودي نهايه الفيديو. استودعكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.